عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل وذكر فيه أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مهاجره إلى المدينة واستقراره فيها صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الغزوة تسمى غزوة الأبواء، وتسمى أيضا غزوة ودان. والأبواء وودان مكانان متقاربان ليس بينهما مسافة، ولهذا يقال لها غزوة الأبواء ويقال لها غزوة ودان، وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في صفر من سنة 2 من الهجرة. فهذه أول غزوة غزاها عليه الصلاة والسلام، وكانت في أول السنة 2 من الهجرة وبداية السنة في شهر صفر. قال خرج بنفسه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في هذه الغزوة بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. والمغازي الآتي ذكرها في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم أفردوا فيها مصنفات خاصة في مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم، منها ما قد شارك فيه صلوات الله وسلامه عليه بنفسه. وأول غزوة شارك فيها عليه الصلاة والسلام بنفسه في هذه الغزوة غزوة الأبواء. وبعض الغزوات يبعث عليه الصلاة والسلام بعوثا، ولهذا بعض أهل العلم يفرق بين ما شارك فيه النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه فيسمونه غزوة، ما شارك فيه صلى الله عليه وسلم بنفسه فيسمونه غزوة. وأما إذا لم يشارك وإنما أرسل جماعة من الصحابة وأمر عليهم أميرا يسمون ذلك بعثا. ولهذا سيأتي معنا بعث حمزة وبعث عبيدة بن الحارث. وإذا كان هذا الباعث خرج ليلا خفية يسمى سرية، والسرية هي التي تخرج في الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام شارك في غزوات كثيرة، أولها هذه الغزوة غزوة الأبواء، وبعث بعوثا وأرسل سرايا صلوات الله وسلامه عليه، ويأتي ذكرها عند الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال خرج بنفسه حتى بلغ ودان فوادع بني ضمرة ابن عبد منات ابن كنانة مع سيدهم مجدي بن عمرو الضمري، أي أنه لم يحصل قتال، وإنما حصل موادعة بينه وبين سيد هؤلاء مجدي بن عمرو الضمري، وفي بعض المصادر يقال مخشي بن عمرو الضمري. فلم يحصل في قتال في هذه الغزوة، وإنما وادع النبي صلى الله عليه وسلم بني ضمرة مع سيدهم مجدي بن عمرو الضمري. قال ثم كر راجعا إلى المدينة ولم يلق حربا، أي أن هذه الغزوة لم يحصل فيها قتال، وإنما تم فيها موادعة بينه وبين بني ضمرة مع سيدهم مجدي بن عمرو. قال وكان استخلف عليهم سعد ابن عبادة رضي الله عنه، يعني استخلف على أهل المدينة لما خرج منها صلوات الله وسلامه عليه سعد ابن عبادة. نعم.